على مر التاريخ البشر دايما بيخافوا من الحاجات اللي مش بيفهموها، وفي عالم الطيور مفيش كائن ارتبط اسمه بالرعب والغموض قد البومة. في الحلقة دي هنعرف مع بعض ازاي البومة بتصطاد، وازاي بتشوف في الضلمة، وازاي بتلف رقبتها لفة كاملة، ويا ترى ايه الحاسة الأقوى عندها، النظر ولا السمع، وليه رفرفة أجنحتها ملهاش صوت. البومة اللي الفراعنة رسموها كرمز للموت، والرومان اعتبروها نذير شوق. لكن لو شلنا كل الأساطير دي وبصينا عليها بعين العلم والتشريح هنكتشف إننا قدام آلة صيد مصممة هندسيا وبيولوجيا بدرجة كبيرة جدا من الكمال. البومة مش مجرد طائر بيشوف بالليل، ده كائن بيمتلك جهاز عصبي وسمعي يقدر يرصد نبض قلب فريسته من تحت التلج. كائن بيطير في صمت مطلق كأنه شبح، وعنده قدرات تشريحية لو موجودة في إنسان هتعتبر قوة خارقة. أهلا بيكم في حلقة جديدة، أنا محمود داوود. وقبل ما نبدأ عاوزك تجهز كوباية الشاي أو القهوة بتاعتك وركز معايا علشان هنفكك النهاردة الشفرة البيولوجية لمهندسة الاغتيال الصامت، البومة. علشان نفهم البومة بتصطاد ازاي لازم نبدأ بأهم عضو عندها، وهي العين. عين البومة بتاخد حوالي 5% من وزن جسمها كله، وعلشان تتخيل الرقم ده، لو عين الإنسان بنفس النسبة كانت هتبقى بحجم برتقانة كبيرة في وشنا. بس الغريب مش في الحجم، الغريب في التشريح، لأن عيون البومة مش كروية زي أغلب الكائنات، دي عبارة عن أنابيب أو اسطوانات ممتدة جوه الجمجمة ومتثبتة بحلقات عظمية اسمها السكليروتيك رينجز. يعني البومة حرفيا ما تقدرش تحرك عينيها يمين ولا شمال، عينيها ثابتة زي عدسات القناصة بالظبط. ودلوقتي هنعرف مع بعض ازاي البومة بتشوف في الضلمة. شبكية العين عند البومة مليانة بمستقبلات ضوئية اسمها الرودز أو الخلايا العصوية، ودي المسؤولة عن الرؤية في الإضاءة الضعيفة. نسبة الخلايا دي أضعاف اللي موجودة في عين الإنسان، وده بيخليها تجمع أي ذرة ضوء من النجوم أو القمر وتحولها لصورة واضحة جدا. لكن بما إن عينيها ثابتة وما بتتحركش، ربنا اداها حل بديل علشان تعرف تبص حواليها، والحل ده كان في الرقبة. البومة عندها 14 فقرة عنقية، يعني ضعف العدد اللي موجود في رقبة الإنسان اللي هم 7 فقرات. المرونة المرعبة دي بتخليها تلف راسها 270 درجة. بس هنا بيجي سؤال تشريحي مهم جدا، إزاي بتلف رقبتها اللفة دي كلها من غير ما تقطع الشرايين اللي بتوصل الدم للمخ؟ العلماء اكتشفوا إن الشرايين في رقبة البومة مش ماشية في مسار ضيق زينا، دي ماشية في تجاويف واسعة جدا، وعندها زي خزانات دم صغيرة تحت الفك. لما بتلف راسها بشدة الخزانات دي بتضخ الدم للمخ علشان ما يحصلش أي جلطة أو نقص أكسجين. هندسة ربانية ما فيهاش غلطة. لو افتكرت ان النظر هو اقوى حاسة عند البومة تبقى غلطان. البومة بتعتمد على السمع اكتر من النظر. بص على وش البومة هتلاحظ ان وشها مسطح وريش الوش واخد شكل دائري، وده بنسميه الفيشيال ديسك. والريش ده مش علشان الشكل الجمالي، ده بيشتغل حرفيا زي طبق الدش، بيجمع موجات الصوت من الهواء ويوجهها مباشرة لفتحات الودن. المعجزة الحقيقية بقى جوه الجمجمة. فتحات الودن عند البومة غير متماثلة، يعني ودن أعلى من التانية وودن متوجهة لقدام والتانية زاويتها مختلفة. التركيبة الغريبة دي بتعمل ايه؟ لما الفار بيعمل صوت صغير جدا في الأرض، الصوت بيوصل لودن قبل التانية بأجزاء من الملي ثانية، والمخ عند البومة بيقدر يحلل الفرق الزمني ده ويبني خريطة 3D دقيقة لمكان الفار. يعني البومة وهي طايرة في السماء تقدر تحدد مكان فريسة مستخبية تحت 30 سم من التلج، وتنقض عليها وتصطادها من غير ما تشوفها أصلا. يعني بتصطادها بالسمع بس. في عالم الطيران الصوت بيجي من احتكاك الهواء بالأسطح. أي طائر وهو بيطير جناحه بيخبط في الهواء فبيعمل صوت الرفرفة المعروف. لكن البومة بتكسر قواعد ديناميكا الهواء. البومة بتمتلك 3 خصائص في ريشها بتخليها كائن شبحي. أولا الريش الأمامي، حواف الريش الخارجي للجناح مشرشرة زي أسنان المنشار، والشرشرة دي بتقطع تيارات الهواء العنيفة لدوامات صغيرة جدا فبتلغي صوت الاصطدام. أما بالنسبة للريش الخلفي فهو ناعم جدا ومفتت علشان يسحب الهواء بانسيابية من غير ما يعمل أي ذبذبة. وكمان جسم البومة متغطي بطبقة ريش ناعمة جدا زي القطيفة بتمتص أي ترددات صوتية عالية ممكن تطلع من حركة المفاصل أو العضلات. والنتيجة إن البومة لما بتطير بسرعة وبتنقض على الفريسة، الصوت الوحيد اللي ممكن الفريسة تسمعه هو صوت فتح المخالب قبل الموت بثانية واحدة. مفيش فرصة للهرب ومفيش أي إنذار مبكر.
بعد ما البومة بتضرب الفريسة بالمخالب اللي قوتها بتوصل ل 500 رطل للبوصة المربعة وتكسر عمودها الفقري، بنيجي لعملية بيولوجية من أغرب ما يمكن، الهضم. البومة ما عندهاش حوصلة زي باقي الطيور علشان تخزن فيها الأكل، وعادة بتبلع الفريسة كاملة زي ما هي، لحم وعظم وفرو وأسنان جوه جسمها. المعدة عند البومة مقسومة لجزئين، الجزء الأول وهي المعدة الغدية، ودي بتفرز إنزيمات وأحماض قوية جدا بتهضم اللحم والأعضاء الطرية. الجزء الثاني وهي الأنصة، ودي عاملة زي المكبس، بتجمع الحاجات اللي ما بتتهضمش زي العظم والفرو والأسنان وبتكبسهم مع بعض في شكل كرة صلبة اسمها الأول بيلت. بعد كام ساعة من الأكل البومة بترجع الكرة دي وبتطردها من بقها. تخيل كائن جهازه الهضمي بيفلتر وجبته كيميائيا وميكانيكيا وبيطرد البواقي علشان يفضل خفيف وجاهز لعملية الطيران والصيد اللي بعدها. وبعد ما فهمنا الميكانيزم اللي البومة بتشتغل بيه، لازم نعرف ان البوم مش نوع واحد، احنا بنتكلم عن اكتر من 200 نوع متوزعين في كل قارات العالم تقريبا ما عدا القارة القطبية الجنوبية، وكل نوع فيهم بيمثل طفرة تشريحية متكيفة مع بيئته بشكل معقد جدا. خلينا نركز على اهم 4 انواع من البوم. اولهم بومة الحظائر، ودي اكتر نوع مألوف واللي دايما وشها بياخد شكل القلب، والشكل ده مش صدفة، القرص الوجهي هنا مصمم كأنه رادار استقبال فائق الحساسية. كمان بومة الحظائر هي المبيد الاول للقوارض في العالم، وقدرتها السمعية مرعبة جدا لدرجة انها بتعتمد على السمع بنسبة تقارب 100% في الصيد. يعني تقدر تصطاد في ظلام دامس جوه حظيرة مقفولة من غير ما تستخدم عينيها خالص. تاني نوع عندنا وهي البومة العقابية. لو بومة الحظائر هي الشبح، فالبومة العقابية هي الدبابة، ودي من أكبر أنواع البوم في العالم، وزنها بيوصل ل 4 كيلو، وجناحها لما بيتفرد بيعدي المترين. الكائن ده مش بيصطاد فئران، البومة العقابية بتصطاد ثعالب، غزلان صغيرة، وحتى طيور جارحة تانية زي الصقور. عينيها البرتقانية الكبيرة ومخالبها اللي بحجم كف إنسان بالغ بتخليها قمة الهرم الغذائي في أي غابة بتعيش فيها. تالت نوع معانا وهي البومة الثلجية. النوع ده بيكسر كل قواعد البوم. أغلب البوم بيصطاد بالليل، لكن البومة الثلجية بتعيش في القطب الشمالي، وهناك النهار بيستمر شهور طويلة، وعلشان تتحمل درجة حرارة بتوصل ل 50 تحت الصفر، ربنا غطى جسمها بالكامل حتى مخالبها بطبقات كثيفة جدا من الريش. البومة الثلجية كتلة من العزل الحراري بتتحرك في صمت فوق الجليد، وبتصطاد حيوان اللاموس من تحت التلج بضربة واحدة. ورابع نوع معانا وهي البومة القزم، وعلى العكس تماما من البومة العقابية، البومة القزم هي الأصغر في العالم، طولها ما بيتخطاش ال 14 سم، يعني في حجم عصفور صغير، ووزنها حوالي 40 جرام بس. ورغم حجمها هي صياد شرس جدا، بس تخصصها حشرات وعقارب، ولأنها صغيرة وممكن تكون فريسة لطيور تانية بتعيش جوه تجاويف أشجار الصبار في الصحراء علشان تحمي نفسها. أداة صغيرة جدا بس كفاءتها البيولوجية 100%. كل فصيلة من دول بتمثل مدرسة مختلفة في البقاء، كلهم بيشتركوا في الجينات الأساسية، الصمت والدقة والموت المفاجئ للفريسة. الكائنات دي مش مجرد طيور جارحة، دي قمة التطور البيولوجي في الاغتيال الصامت، وتجسيد لمعنى إن خلق ربنا ما بيسيبش حاجة للصدفة. كل ريشة وكل فقرة في الرقبة وكل تفصيلة في الجمجمة مصممة بدقة مرعبة علشان تضمن البقاء. ودي كانت رحلتنا التشريحية جوه عالم البومة. لو وصلت معايا للدقيقة دي فأنت من الناس اللي بتحب المحتوى الدسم والعميق. ما تنساش تشترك في القناة وتكتب لي في التعليقات إيه أكتر تفصيلة تشريحية صدمتك في حلقة النهاردة، وإيه الحيوان اللي تحبه نفكك شفرته الحلقة الجاية. كنت معاكم أنا محمود داوود، وأشوفكم في رحلة برية جديدة، وسلام.